بسم الله الرحمن الرحيم. يا صباح الفل والورد والياسمين على اجمل متابعين. يا صباح الامل وصباح التفاؤل وصباح الرضا وصباح الخير وصباح الرزق وصباح البركه على عيونكم يا رب، اللهم امين. النهارده هنعمل زي ما شفتوا كده في اول الفيديو، هنعمل النهارده الليمون المخلل البلدي بتاعنا. هنعمله النهارده مع بعض. هتاكلي ليمون كده زبده زي ما انتم شايفين. في اول فيديو عملنا ايه في الليمون؟ جبنا الليمون وغسلناه كويس جدا وسلقناه يا جماعه ايه حوالي 10 دقايق. ما تسلقيش الليمون قوي، خلي الليمون بتاعك بصوا اهو، الليمونه تكون جامده، يعني لما تيجي تسلقي الليمونه تلاقيها بس كده، بص اهي طريه، شايف واضح اهي، علشان الليمون بتاعك ما ينهرش منك ويفضل ويعيش معاكي ايه اكتر وقت ممكن. تعالوا نعمل النهارده الليمون بقى زي ما شفتوا في الاول. انا سلقته يا دوب 10 دقايق او غلوتين 3 من بعد الميه ما تغلي يا جماعه. حطيته على النار وبعد الميه ما غليت حوالي غلوتين 3 ونزلته، شلته من الميه زي ما شفتوا علشان ما ينهريش. وبعد كده عملت ايه؟ غيرت له الميه لمده يومين 2 بس. يعني ممكن في اليوم تغير الميه 3 مرات او مرتين، بس هو يومين 2 بس. شايفين الليمون بتاعنا؟ اي ليمون يا ستي نقي، هاتي الليمون اللي انت عاوزاه واسلقيه واعملي اي الكميه اللي عندك. تعالوا بقى نقول ونعمله ازاي مع بعض النهارده ونشوف. طبعا بقى ايه العنصر الاساسي، ونشوف بقى العنصر الاساسي بتاعنا ايه اهو. الملح بتاعنا الفلفل والشطه الحمراء، بتديله كده طعم وبتخليه لونه كده حلو وبتطعمه وبتدلعه. وهنعمل النهارده الليمون ده. تعالوا يلا نشوف. الاول معاكي بقى الكعبه، بسم الله نقول بسم الله، بس اول ما تشتغلي على طول تقولي بسم الله وتصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، علشان يدخل الخير والبركه والرزق في الحاج في بيتك، والبركه تحل على الحاجه اللي انت بتعمليها. دايما كده تذكري الله وتصلي على الرسول، ودايما كده تكسري من الاستغفار وتعطري بيتك على طول. والله يا جماعه هتلاقي بيتك كده الحمد لله ربنا يبارك لك، وهتلاقي دايما كده الخير والبركه كده بتيجي كده في بيتك لوحدها. اول حاجه معايا اهو الفلفل الاحمر، ومعانا برده هقول لكم على المقادير. وفي دي شطه صغنونه بصوا، حابه تضيفيها هنشوف برده دلوقتي هنعملها ازاي. شطه صغيره كده او شطه برده من دي، هنشوف هنحطها ازاي دلوقتي على الليمون. بنحطها مع الليمون ماشي. وهنعمل النهارده لو حباها حراقه ماشي، مش حابه حراقه يعني لو حابه حراقه ممكن تحطي قرنين، مش حابه خلاص. تعالوا بقى بسم الله نجيب سكينه بس الاول. بصوا بقى انا همسك بقى الفلفل بتاعي كله في الكبه كده. افرمي بقى الكميه اللي عندك انت بقى، عامله كيلو ليمون على قدك 2 كيلو زي ما تعملي، يعني الكميه اللي انت عاوزاها 5 كيلو 10 كيلو. والله يا جماعه الليمون فيه تخليل. خليني كده عشان ابقى واضحه لكم. هنقطع بقى الفلفل بتاعنا كله اهو زي ما انتم شايفين كده في الكبه، هنفرم في الكبه. عاوزه بقى تعملي كيلو 2 كيلو زي ما تحبي التخليل. عاوزه تعملي 10 كيلو والله يا جماعه بيبقى ما فيش قطعه من تخليل الليمون اللي هو البلدي ده. ممكن برده تعمليه معصفر على فكره. الليمون المعصفر له طريقه، والليمون المخلل اللي هو العادي بتاعنا اللي احنا بنعمله ده له طريقه. فانت بقى اللي حباه تعمليه. يعني لو الليمونه لو هتعمليه معصفر بقى بتسلقيه يعني غلوه واحده، حطي الميه تغلي وتسلقيه غلوه واحده، وبعد كده بتفتحي الليمونه كده اهي. بس احنا النهارده هنعمل الليمون اللي هو المعصفر اللي هو الايه البلدي بتاعنا. بصوا تفتحي الليمونه كده 4/4 اهي، وتروحي جايه حاشيها بقى الملح بتاعك والعصفر وحبه البركه، وترصي في البرطمانات و10 ايام برده بتاكلي. بس بصراحه انا بحب الليمون بتاعنا ده اللي هو البلدي اللي احنا ايه بنخليله على طول ده، وبيبقى سليم زي ما هو كده، بيبقى طعمه حلو كده على الطبليه على السفره، بتحسي ان انت كده ايه بريح اعصابك. هو على طول فعلا الليمون لما بتاكليه بتشربيه لما بتشربيه عصير
بيهدي الاعصاب. طب ما تيجي ناكله مخلل بقى يريح الاعصاب. خلاص بصوا انا اهو كده هفرم بقى كميه الشطه الحمراء. بصي عندك شطه حمراء، شطه حمراء على خضراء، عندك قرنين، حسب الكميه اللي انت هتعمليها. بس احنا ما شاء الله اللهم بارك. بصوا انا عامله دول حوالي 3 كيلو ليمون او 3 كيلو ونص. ماشي تعالوا نضرب الاول بصي لما تيجي تضربي الشطه والفلفل ده ما تضربوش قوي، يعني احنا مش عاوزينه ناعم نهريه، علشان برضو لما يكون في حته شطه كده متحدقه مع الليمون ممكن بس كده. اديله بقى ايه خبطتين 3. بصوا طيب في حته بقى فوق اهي هنزلها كده عشان تتخبط برضو، تنفرم يا جماعه تنفرم. بس كمان عشان هو لسه هو كده حلو، بس انا هديله كمان فرم عشان فيه حته ما اتفرمتش كويس. بس تعالوا بس نشيل الشطه الحمراء بتاعتنا اهي. بصوا هي كانت حمراء وفيها حتت برضو حس انها مصفره كده او لقيناها بقى في السوق. انتوا عارفين يا جماعه اكتر حاجه اليومين دول رخيصه هو الليمون، عشان كده هتلاقي كل البيوت المصريه بتخلي الليمون، عشان كده هو ما شاء الله عليه، يعني هو اللي مرضينا. بصوا انا معايا الليمون اهو بقى. يلا نشوف المقادير بتاعتنا. طبعا معانا الملح، معانا ربع كوبايه خل اهي، هنشوف هنحطها امتى. معايا معلقه حبه البركه، لو ما عندكيش مش مهم، حبه البركه او عصفر عادي. زي ما قلنا لو هتعمليه ليمون معصفر بينسلق غلوه واحده او بصي اهو غلوه واحده، وبالسكينه بتقطعيه 4/4 كده، وتروحي جايه بقى لفه حتى العصفر وحبه البركه والملح طبعا، وتقومي حاشيه الزيتون الليمون بتاعك تحشيه وترصيه في البرطمانات وتحطي له الميه بتاعته. يبقى كده عملتي الليمون اللي هو المعصفر الحلو ده. بس احنا هنعمل الليمون البلدي يمكن. يلا تعالوا بقى نعمل الاول. بصوا انا بحب احط معاه شط، ماشي، شطه زي كده مع الليمون، تمام، يعني شويه شطه كده في قلب الليمون نحطهم. يعني هنحط كام بقى مش حابه برده ما تحطيش، بس انا بحط دي. عندك قرنين كده حامين حطيهم، ما بتحبيش ما تحطيش برده. ماشي الشطه اللي هي رفيعه على فكره يا جماعه، دي صغننه قوي، ده باينه كبيره ازاي، لا دي صغيره قوي. ما عندكيش، لو عندك زي دي مثلا كده ممكن تعملي ازاي. بصي اهي قطعيها 3 حتت 4 حتت يا ستي اهي، خلي دي نبقى نستفاد بيها اهي. بصي كده اهي، لو ما عندكيش اللي هي صغيره، لو انت مش حابه خالص تحطي خلاص. بصوا اهي حطي من دي او من دي، مش حابه تحطي خالص لا من دي ولا من دي مفيش مشكله. تعالوا ننزل بقى الخلطه الجباره بتاعتنا اللي هي دي اهي. بصوا هو برده مش احمر قوي على فكره، بس يمشي برده. هننزل بقى بالفلفل بتاعنا كله اهو. نزلي بقى كله. حاجه بسيطه. بصوا اهو فلفل الاحمر والشطه الخضراء، لو ما عندكيش زي ما قلنا هتقطعي دي كده مكعبات وتحطيها. يلا بقى هنقلب بقى الكلام ده مع بعضه. تعالوا هنحط برده معلقه اللي هي حبه البركه. لو ما فيش ماشي، عندك عصفر وعندك حبه البركه حطي اللي انت عاوزاه، دلعيه بقى. صدقوا ان احنا هنقلب بايدينا، خفيش. الليمون بتاعنا احنا عاملينه يا جماعه سايبينه جامد، فبصوا انا بقلب فيه ما تخافوش، يعني هتقلبي فيه هيفضل معاكي فتره طويله على فكره، وانتي مخلليه. خلاص كده الليمون بتاعنا جاهز يا جماعه. تجيبي البرطمانات بتاعتك، اهم حاجه البرطمانات تكون نظيفه وناشفه، ماشي تمام. البرطمان بتاعك يكون مغسول ونضيف وناشف. انا بقى اقلب كله كده مع بعض اهو. تعالوا بقى كده بسم الله نعبي البرطمان بتاعنا. عادي بقى، مفيش اسهل من تخليل الليمون على فكره، حاجه سهله يعني، بس
قلنا نعمله مع بعض، ربما حد استفاد مننا معلومه، يدعي لنا دعوه حلوه. بصوا التتبيله برده تحت بحاول ايه احط ليمون على شطه، يعني تعبي بقى كده شويه ليمون على، تحطي قرن شطه كده في الجناب برده. يا سيدي يا سيدي على الليمون يا سيدي. بصوا اللي احنا فرمناه كله فين تحت، نحط احنا بقى كده شويه، نشيل من تحت ونحط شويه. كده البطرمانات. تعالوا نعمل المحلول بقى، الملح اللي احنا هنضيفه فين؟ على الليمون بتاعنا. ماشي، سهل يا جماعه جدا. تخليل الليمون ده سهل سهل سهل، مش عاوزه اقول لكم يعني، وتبقى حاجه حلوه وبتاكلي منه كده بعد 10 ايام. بصوا بقى، تعالوا، او اسبوع ممكن تاكلي منه بعد اسبوع. تعالوا نعمل محلول النقع. بصوا بقى، لو انت مش عارفه المقدار، كل لتر ميه تحطي له 3 معالق هرميه من الملح. بصي كده، كل لتر ميه 3 معالق هرميه، لو انت مش عارفه المقدار. لكن بصراحه انا هقول لكم، انا بقى بدوق الميه، يعني انا بعرف كده حدق الميه وبحط على الليمون وخلاص وبيطلع مظبوط. طب لو انت حطيتي الملح على الميه وبعد كده ضفتها على الليمون وحاسه ان الميه بتاعتك ايه، الملح قلقانه من الملح مش مظبط، تسيبي الليمون بتاعك كده 3 ايام. بعد 3 ايام تفتحي عليه، تقومي ايه، تدوقي الميه بتاعتك. هيكون الليمون او اي نوع مخلل امتص الملح بتاعه، خد الملح الحدق اللي هو عاوزه، وتدوق الميه. لقيتها بقى محتاجه شويه ملح، تحط لها شويه ملح وخلاص. مش محتاجه ولقيتها مظبوطه، يبقى كده تمام. انا بقى يا جماعه هحط على طول كده، بحط بالبركه. دايما بحب البركه في اي حاجه بصراحه، بس اللهم لك الحمد بتطلع حلو. بصوا، ربع كوبايه خل، ما تخافوش مش هتهري الليمون، لا مش هتهري الليمون، على الايه، الميه بتاعتنا. طب ادي الملح كمان اهو. على فكره انا عامله الميه دي شكلها تيجي كتير. وبعد كده هندوب بقى، دوبي خالص الميه بالملح وتدوقي بقى. عرفتي تدوقي كده وظبطتي ماشي، مش كده يبقى كل لتر ميه له 3 معالق هرميه من الملح، من المخلل، تظبط مظبوط معاكي، يطلع مظبوط مش تظبط مظبوط. زي ما اتفقنا، عاوزه تعملي الليمون معصفر اعمليه سهل جدا، عاوزه تعملي الليمون مخلل عادي كده زي ما احنا عملناه اعمليه. الليمون يا جماعه رخيص جدا، اجروا اجروا على الاسواق وهاتوا ليمون وخللوه، جميل قوي. من اكتر المخللات اللي انا بحب اخللها بصراحه. خلاص، الملح بتاعي اهم حاجه اتاكدي ان الملح داب داب داب. بصوا مظبوط، ماشي زي ما قلنا. بتدوقي الملح لقيتيه مظبوط، انت هتعرفي حدق الملح بتاعك. بسم الله بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يلا بقى حطي كده ايه على الليمون بتاعك المي محلول الملح اللي انت عملتيه كده. دي اخر خطوه يا جماعه على فكره، استنوا بقى ما تمشوش. يلا حطي لايك واكتبي كومنت منك حلو كده قمر زيك، يلا عشان دي اخر خطوه في الليمون بتاعنا. بسم الله اهو. بصي مالينا لحد فين، هوريكم دلوقتي برضه، هقرب واوريكم. خلاص ده مليناه، هنملي التاني ده. بسم الله برضه اهو زي ما اتفقنا على الملح يا جماعه. ما تقلقيش، يعني الملح لو طلع مش مظبوط معاكي ما تقلقيش. بصوا اهو انا مليت لحد اخر ليمونه، لحد بق البرطمان بتاعك، تملي الايه الملح لحد البق فوق، لحد ما تغطي الليمونه الاخيره اهو. بصوا ما شاء الله، اللهم بارك. هتعملي شويه ليمون كده ولا احلى بقى ترشقي. شويه اللي فاضوا معايا اهو
جبت برطمان تاني ومليتهم. بصوا يا سيدي، يا سيدي بقى على شويه الليمون المدلعين دول. طب كده خلصنا؟ ايوه خلصت. بصوا البرطمان هزيته قل شويه برضه، ده عشان نهوي. لا خلاص كده، وده كده خلاص كده. الليمون بتاعنا جاهز يا جماعه خلاص. بس الخطوه الاخيره بقى اللي تحفظ لك الليمون، ما تخليش وشه يعمل طبقه ريم، ما تخلوش من فوق كده يعني زي ما بنشوف احنا كده بتفتحي على المخلل تلاقي وشه ايه عليه طبقه من الريم. هنجيب بقى شويه من الزيت كده اهو، اي شويه زيت، زيت التومين العادي، اي زيت عندك. بصي على وش البرطمان بتاعك، على الوش من فوق. بصي انتوا عارفين الزيت ده، الزيت بيعمل له ايه بقى؟ بيخليه يلمع. وانت جايبه الليمونه كده عشان تاكليها، بتحطي ليمونه في طبق بتلاقيها بتلمع ومنوره. خلاص الليمون بتاعنا يا جماعه عملناه، طريقه سهله جدا، مفيش اسهل من كده. هنغطي عليه بس هوريهولكم برده من قريب. وبعد كده تسيبيه حوالي 10 ايام او اسبوع، ممكن اسبوع وتاكلي منه، بتلاقي حاجه كده زبده اهو. زي ما انتوا شايفين الليمون انا حطيت على وش البطرمان ده، وعلى وش البطرمان ده شويه من الزيت. الزيت يا جماعه زي ما قلنا بيحفظه، بيخلوش يعمل طبقه على الوش، بيخلي لي الليمونه بتلمع كده لما اجي اجيبها. شايفين ما شاء الله حاجه كده يعني ايه، تستاهل منكم كومنتات كتير ولايكات كتير. ويلا بقى بسرعه، اللي ما عملش اشتراك في القناه ينورنا بقى، علشان ان شاء الله هتخرجي مستفاده من قناه عزة عامر المتواضعه. اوريكم الليمون وعلى وشه الايه الزيت. بصي بقى يا قمر، لو انت غطا البطرمان بتاعك ما بيحبكش حلو على البطرمان، تحطي كيس نايلون كده وتربطي. لكن انا بصراحه بصوا الغطا ما شاء الله يعني ماسك، بقفل عليه تمام اهو. وده نفس القصه اهو برضو بقفل عليه، وتركني بقى في 10 ايام هتاكلي احلى ليمون مخلل. طيب تعالوا بقى، لازم طبعا اوريكم يا جماعه، اوريكم بعد ما انا كنت مخلله حوالي من 10 ايام ليمون قبل ده. فايه تعالوا اوريهولكم. خلي ده لسه مخللينه النهارده. بصوا اهو، انا كنت مخلله الليمون ده فحابه اوريهولكم. هنشوفه دلوقتي، هفتح عليه واوريهولكم. بسم الله. يعني احنا كلنا منه على فكره، وده بس اللي فاضي يا جماعه. استنى بصوا الشطه، يعني ده استوى ودايب متدايب. هوريهولكوا برضو عشان تشوفوا النتيجه ان شاء الله. بعد ما تعملي الليمون بالطريقه دي هتاكلي احلى ليمون. بصوا كان برضو عندي ليمون كده كنت مقطعاه وكله كنت عاملاه مع بعض. عاوزه اوريكم بس الايه الليمون، شايفين ما شاء الله اهو دايب. بصوا استنوا عشان نعرف ان الليمون مستوي ولا لا. استنوا، شايفين اهو. عملته والله يا جماعه اسبوع او 10 ايام بالظبط، وزي ما انتم شايفين كده استوى معايا ما شاء الله. وشايفين بقى بصوا الليمونه بتلمع ازاي. بصوا الليمونه بتلمع من شويه الزيت اللي احنا بنحطهم على الوش. شويه الزيت اللي احنا بنحطهم على الوش بيدوكي لمعه كده للليمونه، بيخلوا الليمونه بتاعتك على طول ايه تبقى. بصوا اهو شايفين اهو دايب. يا رب طريقه التخليل الليمون تكون عجبتكم وتكون سهله. يلا بسرعه انزلي وهاتي كيلو ليمون، حتى لو عندك برطمان صغير هتعمليه بنفس الطريقه دي هتاكلي احلى ليمون. هاتي كيلو ليمون، 2 كيلو زي ما تحبي، 10 كيلو زي ما تحبي. عملنا الليمون يا جماعه المخلل، وادي الليمون المستوي معانا.